اللي حصل امبارح في ماتش بيراميدز وفيوتشر ده يدل على عدم تطور التحكيم المصري اساسا، حتى في وجود الحكم الاجنبي اللي هم جابوه ده عشان يطور التحكيم. معرفش هم جايبينه عشان يطور التحكيم ولا سبوبه بياكلوا من وراها عيش. الاتحاد المصري بتاعنا هو ما طورش حاجه. اللي حصل ده ما يحصلش، المفروض ما يتعملش في مراكز شباب اساسا عشان تطرد لاعب وتكمل لعب. يا ابني هو ايه اللي بتعمله يا ابني؟ ده لو مصاب مش هتكمل اللعب غير لما يكمل علاجه. لاعب ما طلعش بره الخط بتكمل لعب ازاي؟ وفي الاخر ده لو الكره دي جت جون كانت تبقى مصيبه. الكره دي لو كان جت جون تبقى مصيبه. اللاعب ما طلعش بره اساسا. وفي الاخر يقول لك ساندوا التحكيم المصري. التحكيم المصري زيه زي التحكيم الاجنبي. ده احنا بنخلي البرطمانات. بنخلي البرطمانات وبنخترع قوانين وبنخترع اي هري. الكلام ده لو وصل للاتحاد الدولي هيلغينا